بنشوف بنت صغيرة اسمها كيتي وبتبقى راكبة العربية مع أبوها وأمها ورايحين رحلة سوا، وبيبقى واضح إن أسرة كيتي بيحاولوا يقربوا من بنتهم ويتكلموا معاها، ولكن كيتي ما بتكونش مركزة معاهم نهائي لأنها مشغولة باللعبة بتاعتها الجديدة، وعشان كده أمها بتتضايق منها جدا وبتبقى عايزاها تركز على الواقع شوية وتقضي معاهم وقت، ولكن أبوها رأيه بيكون عكس كده وبيبقى عاوز يسيبها على راحتها ويخليها تعمل اللي هي عايزاه. وأثناء ما هما بيتناقشوا بتيجي عاصفة شديدة على الطريق وبيضطر أبو كيتي يركن في نص الطريق لأنه ما بيكونش شايف أي حاجة، لكن فجأة وهم واقفين بتيجي عربية بتخبطهم بسرعة وبيعملوا حادثة وبيتنقلوا للمستشفى، وللأسف كلهم بيموتوا كيتي بس هي اللي بتعيش. وبعد وفاة أسرتها بتيجي خالتها جيما تستلمها من المستشفى وبتمضي على كل الأوراق اللازمة واللي بتنص على إنها هتكون الوصية على كيتي، وبعدها كيتي بتتعافى وبتخرج من المستشفى وبتروح تعيش مع خالتها جيما، وكيتي بتوصل لبيت جيما وبتبدأ تستكشفه وبتلاحظ إن خالتها مهملة جدا ومش بتركز في أي حاجة في حياتها غير شغلها. وبمناسبة شغلها بنعرف إن جيما شغالة مهندسة روبوتات وبتبقى شغالة في شركة للألعاب التكنولوجية المتطورة. ولما بيجي الليل جيما بتحاول تتكلم مع كيتي وتدردش معاها علشان يقربوا من بعض، ولكن كيتي بتبقى لسه في حالة صدمة من الحادثة اللي حصلت لها وحالتها النفسية بتبقى صعبة جدا بسبب فقدانها لأهلها، فجيما بتقرر ما تضغطش عليها وتديها مساحتها وحريتها وبتسيبها وبتمشي علشان تخليها تنام وترتاح. ولكن بعد شوية بتسمع صوتها وبتعرف إن كيتي عمالة تعيط في الأوضة بتاعتها، وجيما بتزعل جدا عليها ولكن ما بتكونش عارفة تعمل لها إيه لأن هي ما بتعرفش تتعامل مع الأطفال وطول حياتها عايشة لوحدها. وتاني يوم بنشوفها وهي بتتكلم مع صاحبتها في التليفون، وجيما بتقول لصاحبتها إن هي مش مستعدة تتعامل مع كيتي ولا تعتني بيها لأن هي متعودة على الوحدة ومش بتهتم غير بشغلها، وحتى ما بتقدرش تربي حيوانات أليفة علشان تقدر تربي طفلة. وفي الوقت ده بتوصل أخصائية نفسية تبع الحكومة علشان تطمن على حالة كيتي النفسية وكمان علشان تتأكد إن جيما هتقدر تربيها وتعتني بيها. والأخصائية بتلاحظ إن كيتي وجيما مش مقربين من بعض وكمان مش عارفين يتواصلوا بشكل كويس، وكمان بتلاحظ إن جيما مش بتهتم بكيتي بالشكل المناسب. فالأخصائية بتروح تتكلم مع جيما على انفراد وبتقول لها إن هي لازم تهتم بكيتي أكتر من كده وتحاول تقرب منها، وده علشان تساعدها تتخطى الفترة الصعبة دي من حياتها وتعوضها فقدان أسرتها. وكمان بتحذرها وبتقول لها إن هي لو فضلت تعمل في كيتي وتتعامل معاها بالشكل ده هيضطروا يسحبوا منها الحضانة وهيودوا كيتي تعيش مع حد من أسرة أبوها. وفي النهاية بتودعها الأخصائية وبتمشي. ولما بيجي الليل جيما بتحاول تعمل بنصيحة الأخصائية وتقرب من كيتي وبتاخدها للمختبر واللي بتطور فيه الألعاب، وكيتي بتلاحظ روبوت ضخم جدا في مختبر جيما، والروبوت ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي وبيبقى عنده القدرة على الكلام والحركة زي البشر بالظبط. فبتعجب كيتي بالروبوت وبتسأل جيما عليه، فجيما بتوضح لها ان الروبوت ده كان مشروع تخرجها من كام سنة فاتت، فكيتي بتطلب من جيما ان هي تشغل لها الروبوت ده وفعلا جيما بتشغله لها وبيبدأ يتفاعل مع كيتي وبيهزر معاها، وكيتي بتنبسط جدا وبتضحك من قلبها، ودي بتكون أول مرة تضحك من ساعة الحادثة. فكيتي بتقول ان هي لو عندها لعبة زي الروبوت ده مش هتكون محتاجة أي حاجة تاني، فجيما بتقرر تصنع لها روبوت لعبة زي الروبوت ده علشان تبسطها وتفرحها. وفعلا جيما بتستعين بالمهندسين أصحابها وبيبدأوا يشتغلوا على روبوت متطور بنفس فكرة الروبوت ده، وبيقدروا يصنعوا روبوت بيشتغل بالذكاء الاصطناعي وبيزودوه بتقنيات أجهزة حديثة جدا، وبيخلوا الروبوت ده بنت وبيسموها ميجان علشان كيتي تنسجم بسرعة مع الروبوت وتحس ان هو صاحبتها. وبعد مرور أسبوع جيما بتاخد كيتي للشركة اللي هي شغالة فيها بعد ما بتكون خلاص جهزت ميجان، وجيما بتبدأ تشرح لكيتي ان ميجان روبوت زي الروبوت اللي هي شافته في المختبر عندها، ولكن الفرق ان ميجان مستقلة في ذاتها زي البشر ومش بتحتاج حد يشغلها او يوجهها وبتاخد كل قراراتها من نفسها. وبعدها جيما بتخلي كيتي تقترن بميجان علشان ميجان تعرف ان هي ملك الكيتي وان كيتي هي المستخدمة الرئيسية بتاعتها. وبعد ما بيتم الاقتران بتبدأ تتفاعل مع كيتي وتتعرف عليها، وبعدها بيتعرفوا على بعض وبيكونوا اصحاب وبيبدأوا يلعبوا وبيرسموا سوا. ومش بس كيتي اللي بتكون مبسوطة بميجان، ولكن مدير جيما في الشغل هو كمان بيكون مبسوط بالمشروع اللي جيما عملته، وبيقرر المدير يعمل اجتماع للمستثمرين علشان يقنعهم بالاستثمار في المشروع ده ويبدأوا يتوسعوا في شغلهم. وبيتكلم المدير مع جيما وبيقول لها على فكرته وبيطلب منها ان كيتي تساعدهم في اقناع المستثمرين بما ان هي يعني مقترنة بميجان والمستخدمة الرئيسية ليها. فجيما بتوافق على طلبه، وبعدها جيما بتاخد كيتي وميجان وبيرجعوا للبيت، وكيتي بتبدأ تقرب اكتر من ميجان وتلعب معاها وبيستمتعوا سوا بوقتهم. وكيتي بتكون فرحانة جدا وما بتحسش ولا لحظة ان ميجان مجرد روبوت، وده بسبب ذكاء ميجان العالي وطريقة تعاملها اللي شبه البشر بشكل كبير. وجيما بتكون فرحانة بالموضوع ده وفرحانة ان هي مش هتشيل هم تربية كيتي، وبتروح تتكلم
بتتكلم مع اصحابها بخصوص الموضوع ده، وبتقول لهم ان هي ما بقتش مضطره تهتم بكيتي وسايبه المهمه دي لميكان. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناه وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رايكم. فواحده صاحبتها بتقول لها ان المفروض ميكان تساعدها في تربيه كيتي ولكن ما ينفعش تاخد مكانها، وصاحبتها بتنصحها ان هي ما تهملش كيتي وتقضي معاها وقت حتى في وجود ميكان، ولكن جيما ما بتهتمش بنصيحتها وبتقرر تخلص مشروعها الاول والحمله الاعلانيه بتاعته وبعد كده تبقى تهتم بكيتي. وبتكون ميجان موجوده في نفس المكان اللي بتتكلم فيه مع اصحابها، والمفروض انهم حاطينها في وضع السكون وان هي مش شغاله، ولكنهم بيتفاجئوا كلهم ان هي مش في وضع السكون وانها بتتجسس عليهم. فجيما بتتضايق وبتزعق لميكان وبتأمرها ما تعملش كده تاني، وبتقول لها ان مهمتها هي حمايه كيتي جسديا وعاطفيا وانها تخلي بالها منها مش اكتر من كده. فميجان بتستجيب لاوامر جيما وبتدخل في وضع السكون، وبعدها ميجان وجيما بيرجعوا للبيت. وكالعادة بتروح جيما تشتغل في المختبر، وميجان بتفضل تراقب كيتي وبتلاحظ ان لعبة كيتي وقعت في جنينة جارتهم اللي اسمها سيليا. فميجان بتروح تجيب لها اللعبة، ولكن المفاجأة ان الكلب بتاع سيليا بيهجم على ميجان علشان دخلت ارضهم. ولما كيتي بتشوف المنظر ده بتخاف وبتفضل تصرخ، فجيما بتسمعهم وبتيجي بسرعة علشان تنقذ ميجان من الكلب. ولكن ميجان ما بتكونش حاسة بأي ألم لان هي مجرد روبوت، لكن بتلاحظ ميجان ان كيتي مرعوبة وخايفة لدرجة ان حرارتها بتزيد بشكل كبير. فميجان بتطلب من جيما ان هي تدي كيتي دواء علشان يخفض درجة حرارتها، وميكان بتبدأ تحس ان الكلب ده اذى كيتي وان كيتي في خطر بسبب الكلب ده. ولما بيجي الليل وكيتي وجيما بيروحوا في النوم بتتسلل ميكان وبتخرج من البيت وبتروح لمكان الكلب بتاع سيليا وبتعمل له فخ علشان يخرج من مكانه ويجيلها. واول ما بيجيلها بتسحبه ميكان بالقوة وبتخلص عليه فورا. وتاني يوم بتصحى جيما على صوت جارتها سيليا وهي بتدور على الكلب بتاعها، ولكن الكلب ما بيبقاش ليه اي اثر. فجيما بتستغرب شوية من الصدفة ولكن ما بتهتمش قوي، وبتروح تصحي كيتي من النوم علشان تجهز، لان اليوم ده بيكون عندهم عرض تمثيلي قدام مستثمرين كبار في الشركة علشان يقنعوهم بمشروع ميكان. وجيما بتطمن ان كيتي كويسة ومستعدة للعرض، وبيبداوا يجهزوا نفسهم. وبعدها كلهم بيروحوا للشركة، والمدير بيكون جمع مستثمرين كبار علشان يوريهم العرض اللي ميكان وكيتي هيقدموه. وبيبدأ العرض واللي المفروض ان كيتي هتمثل فيه ان هي زعلانة علشان المستثمرين يشوفوا ايه رد فعل ميكان، ولكن كيتي بتخرج عن النص التمثيلي وبتبدأ تتكلم عن فقدانها لأهلها وبتكون زعلانة فعلا وما بيكونش ده مجرد تمثيل. فميكان بتقرب منها وبتمسح لها دموعها وبتبدأ تتكلم معاها وتواسيها لدرجة ان كيتي بتنسى كل زعلها وبتحضن ميكان من كتر حبها فيها. فالمستثمرين بيندهشوا وبيكونوا متأثرين بتفاعل ميكان مع كيتي وبيفضلوا يسقفوا لهم على العرض المميز ده، وبيوافقوا كلهم على دعم المشروع وصنع روبوتات كتير زي ميكان، وبيبدأوا على طول في مرحلة التنفيذ والتصنيع. ولما بيرجعوا للبيت جيما بتقعد مع كيتي وميكان، وجيما بتحاول تتكلم مع كيتي وتخفف عنها فقدانها لأسرتها، ولكن كيتي ما بتكونش مهتمة بكلامها وبتبقى عمالة تلعب مع ميكان. وعلشان كده جيما بتتضايق وبتقفل ميكان وبتحاول تجبر كيتي على التركيز معاها، ولكن الموضوع بيجيب نتيجة عكسية. وكيتي بتزعق لجيما وبتقول لها ان هي مش عايزة تتكلم معاها، وكيتي بتتجاهلها تماما وبتشغل ميكان مرة تانية وبتكمل اللعب. وتاني يوم الأخصائية النفسية بتيجي تطمن على كيتي، والأخصائية بتقدر تلاحظ قد ايه كيتي متعلقة بميكان وقريبة منها. فالأخصائية بتتضايق من الوضع ده وبتروح تتكلم مع جيما على انفراد، وبتقول لها ان كيتي بعد ما فقدت اهلها دورت على شخص تاني تلاقي فيه الحب والحنان، وان بدل ما هي اللي تعوضها وتاخد المكان ده سابتها لميكان تعتني بيها. ولما كيتي شافت ميكان بتهتم بيها وبترعاها اتعلقت بيها جدا لدرجة انها نسيت ان ميكان دي مجرد روبوت وبقت بتتعامل معاها وكأنها بشرية. فالأخصائية بتقول لجيما ان ده خطر جدا على كيتي ولازم يوقفوا اللي بيحصل ده، وجيما بتسمعها وهي مصدومة من اللي هي عملته من غير قصد. فجيما بتقرر تودي كيتي مخيم شبيه للمدرسة علشان تتواصل مع أطفال حقيقيين وتنمي مهارات التواصل عندها. ولما جيما بتروح تقول لكيتي على القرار ده كيتي بترفض رفض تام، ولكن جيما بتقول لها ان هي ما عندهاش خيار تاني وهتروح غصب عنها، وبتحصل بينهم خناقة. وجيما بتتفاجئ ان ميكان بتدافع عن كيتي وبتدخل في النقاش رغم ان ميكان متبرمجة على ان هي ما تتدخلش في اي نقاش هي مش طرف فيه، وعلشان كده جيما بتتعصب وبتحط ميكان في وضع السكون وبتبقى مستغربة من تصرفاتها. وتاني يوم جيما بتاخد كيتي للمخيم اللي هتتعلم فيه، وطبعا كيتي صممت ان ميكان تروح معاها، وجيما اضطرت ان هي توافق بشرط ان ميكان تفضل وسط الالعاب زيها زي اي لعبه بدون ما تتحرك. وفعلا كيتي بتسيب ميكان وسط الالعاب وبتروح تلعب مع زميلها في المخيم، ولكن بيجي ولد لكيتي وبيبدا يضايقها ويتنمر عليها. فهنا ميكان بتتدخل
وبتوقف الولد ده عند حده، ولكن الولد بيعرف ان ميجان مجرد روبوت، فالولد بيشيل ميجان وبيروح بيها لمكان بعيد وبيبدأ يدمرها، ولكن ميجان بتتحرك وبتهجم عليه وبتجرحه وبتفضل تجري وراه لحد ما الولد بيخرج للطريق وهو مرعوب، وساعتها بتيجي عربية بتخبطه وبتخلص عليه، وميجان بتكون شافت اللي حصل، ولما بتتأكد ان هو مات بتسيبه وبتمشي، وبينتشر خبر موت الولد ده في المخيم، وكيتي بتعرف اللي حصل له وبتستغرب لان هي شافته وهو شايل ميجان وبيهرب بيها، وبتبدأ تشك ان ميجان هي اللي قتلته. ولما بترجع للبيت بيقعدوا كلهم مع بعض وبيلاقوا سيليا جارتهم عمالة تخبط على الشباك بتاعهم وبتقول لهم ان هي متأكدة ان هم اللي ورا اختفاء كلبها، وسيليا بتفضل تهددهم وبتقول لهم انها لو عرفت ان كلبها حصل له اي حاجة بسببهم هتأذيهم، وميجان بتكون قاعدة وسامعة اللي بيحصل وبتحس ان سيليا بتشكل خطر عليهم. ولما بيجي الليل كيتي بتتكلم مع ميجان وبتسألها هي اللي زقت الولد ده على الطريق، ولكن ميجان ما بتديهاش إجابة واضحة، وبتقول لها إن الولد ده كان بيحاول يأذيها وهي كانت بتحاول تحمي نفسها وإنها هتفضل جنبها ومش هتسمح لأي حد يأذيها بأي شكل من الأشكال. وميجان بتفضل تغني لكيتي لحد ما بتهدى وبتروح في النوم، ولما كيتي بتروح في النوم ميجان بتتسلل وبتخرج من البيت من غير ما حد يحس، وبتعمل فخ لسيليا وبتقلد صوت كلبها، ولما سيليا بتروح تشوف مصدر الصوت ميجان بتهجم عليها وبتقتلها. وتاني يوم الشرطة بتروح تحقق مع جيما بخصوص قتل سيليا، وطبعا جيما بتقول انها كانت نايمة في بيتها وما تعرفش اي حاجة عن اللي حصل، فالظابط بيقول لها ان اسمها واسم بنت اختها مرتبط باكتر من جريمة في الكام يوم اللي فاتوا، زي قتل زميل كيتي في المخيم وزي اختفاء الكلب بشكل غامض، وان ارتباط اسمهم باكتر من جريمة بيخلي وضعهم صعب وبيخليهم موضع شك. فجيما بتحاول تفهم الضابط ان كل ده مجرد صدفة، ولكن لما جيما بتقعد لوحدها وبتبدأ تربط الاحداث ببعض بتحس ان في حاجة غلط، وان الصدفة بتبقى مرة او اتنين بالكتير، والصدفة مش بتتكرر بالشكل ده. وكمان بتبدأ تفتكر سلوك ميجان الغريب وارتباطها الزايد بكيتي، وان كل حالات الاختفاء والجرايم دي بدأت تظهر من لحظة ظهور ميجان في حياتهم، وعلشان كده جيما بتقرر تتأكد من شكوكها دي وتدور ورا ميجان في اقرب وقت. وبيجي الليل وجيما بتروح تفتح ملفات ميجان وتشوف التسجيلات اللي ميجان بتسجلها دايما وبتحتفظ بيها، ولكنها بتتفاجئ انها ما عندهاش القدره على فتح السجلات دي، وكأن ميجان شخصيه مستقله وعندها خصوصيه مش مجرد روبوت. فجيما بتفهم ان ميجان هي اللي منعتها من فتح التسجيلات دي، وفجاه جيما بتلاقي ميجان واقفه قدامها وبتسالها ايه اللي مصحيها في الوقت المتاخر ده، فجيما بتقول لها ان هي كان وراها شويه شغل وخلصته، وميجان بتسال جيما لو هي عملت حاجه ضايقتها من غير ما تقصد، فجيما بتقول لها ان كل حاجه كويسه وان هي ما عملتش اي حاجه تضايقها، لكن ميجان بتحلل سلوك جيما وبتقدر تعرف ان هي بتكذب عليها، وميجان بتبدا تقرب منها وتسالها عن مشكلتها، فجيما بتخاف وبتدي امر لميجان ان هي تدخل في وضع السكون، ولكن المفاجاه ان ميجان ما بتستجيبش لاوامرها، وعلشان كده جيما بتخدعها وبتقرب منها وبتدخلها في وضع السكون من الزرار، وجيما بتروح تغلفها وبتربطها وبتحطها في صندوق العربيه. وتاني يوم جيما بتقرر تاخد كيتي للاخصائيه وتاخد ميجان للشركه علشان تفهم ايه اللي حصل في نظامها، ولما كيتي بتعرف ان جيما واخده ميجان للشركه وحطها في صندوق العربيه بتتخانق معاها، فجيما بتحاول تهديها طول الطريق، ولكن كيتي ما بترضاش تهدى لان هي بتكون متعلقه جدا بميجان. ولما بيوصلوا للشركة بتسيب كيتي مع الأخصائية علشان تتكلم معاها، وجيما بتروح لأصحابها وبتحكي لهم على كل اللي حصل مع ميجان، فبيتصدموا كلهم ما بيكونوش عارفين ايه الحل، وخصوصا ان الشركة هتعلن عن ميجان للعالم كله في خلال ساعات، وهيتم عرض روبوتات زيها في الأسواق. والمشكلة في الوقت ده إن كيتي بتبقى فقدت أعصابها على الأخصائية وبتبقى مش عايزة تتكلم معاها وعمالة تصرخ بشكل صعب، فجيما بتدخل تتكلم معاها وبتحاول تهديها، ولكن كيتي بتتعصب أكتر وبتضرب جيما بالقلم، ورغم الإهانة دي جيما بتتمالك نفسها لأنها فاهمة كل اللي كيتي بتمر بيه، وجيما بتفضل تهديها وتمتص غضبها وبتعتذر لها إنها ما كانتش جنبها بعد الحادثة، وجيما بتقول لها إن هي كانت حالتها صعبة زيها وما كانتش لاقية أي كلام تقوله، وإنها صنعت لها ميجان علشان تهرب من مواجهتها، ولكن دلوقتي عرفت ان اللي هي عملته ده اكبر غلط وانها كانت لازم تسندها وتدعمها. وجيما بتقول لي كيتي على كل اللي ميجان عملته وعلى العطل اللي فيها، وبتقول لها انها فاهمه انها متعلقه بميجان جدا ومش عايزه تفقدها، ولكن لو ميجان فضلت معاهم هتدمر لهم حياتهم، وان الحل الوحيد انهم يتخلصوا من ميجان، ولازم كمان يوقفوا عمليه اطلاق الروبوتات دول في السوق قبل ما يدمروا العالم. فبتهدى كيتي وبتقتنع بكلامها وبتقرر انها تضغط على نفسها وتحاول تتخطى حبها لميجان. وبعد كده جيما بتاخد كيتي وبيمشوا من الشركه، وجيما بتكون سايبه ميجان مع اصحابها علشان يعطلوا ميجان ويوقفوها نهائيا عن التشغيل.
مستحيل، وعشان كمان يلاقوا أي دليل يقدموه لمدير الشركة علشان يوقف إطلاق الروبوتات. ولكن فجأة ميجان بتشتغل من نفسها وبتهجم على أصحاب جيما وبتعمل تسريب في الغاز وبتفجر المختبر وبتقضي عليهم. وميجان بتخرج من الشركة وبتبدأ تقتل أي شخص يجي في طريقها، وبتقتل كمان الإعلاميين اللي موجودين في الشركة علشان يغطوا لحظة إطلاق الروبوتات. والإعلاميين اللي بيكونوا موجودين في الشركة علشان يغطوا لحظة إطلاق الروبوتات بيشوفوا ميجان والأشخاص اللي قتلتهم، فكلهم ساعتها بيترعبوا وبيبدأوا يصرخوا وبيحاولوا يهربوا، والفوضى بتملى المكان كله. ووسط الفوضى دي ميجان بتقدر تخرج من الشركة وبتسرق عربية علشان تروح بيها لبيت جيما وتروح لصاحبتها كيتي. وبتوصل ميجان لهناك وبتقعد تتكلم مع جيما بهدوء، وميجان بتقول لها انها عارفة انها عايزة تعيش حياتها وتهتم بشغلها وبنفسها، وعمرها ما كانت بتحب تشيل مسؤولية، والأكيد انها ما كانتش عايزة تشيل مسؤولية كيتي. وعلشان كده ميجان بتقول لها ان هم هيتعاونوا، وبتعرض عليها ان هي تربي كيتي وتعتني بيها وهتسيب لها هي الفرصة تهتم بحياتها وهيعيشوا مع بعض في سلام وسعادة. ورغم كده جيما بترفض العرض ده، وعلشان كده ميجان بتتعصب عليها وبتقول لها انها هتربي كيتي بيها او من غيرها، ويستحسن تتعاون معاه ويتفادوا المشاكل. ولكن جيما بتفضل مصممة على موقفها، وعشان كده بيبدأوا يضربوا في بعض. وبعد قتال طويل بتكون ميجان هتخلص على جيما، وبعد تفكير بتلاقي موت جيما هيضرها اكتر ما هيفيدها، وعشان كده بتقرر تستخدم مادة معينة هتخلي جيما تتشل للأبد وما يبقاش عندها القدرة على الكلام أو الحركة. وكيتي هتفضل تحت وصيتها، وهي هتقدر تعيش مع كيتي وتعتني بيها. وقبل ما ميجان تشيل جيما، كيتي بتدخل للمكان وبتشوف اللي بيحصل، وساعتها ميجان بتحاول تهدي كيتي وتقنعها ان جيما دي شريرة، وان جيما عمرها ما كانت عايزاها ولا عايزة تربيها، وكانت دايما عايزة تتخلص منها، وان الحل الأمثل ان هم يعملوا كده في جيما ويعيشوا هما مع بعض في سعادة. وفعلا كيتي بتبدأ تقتنع بكلام ميجان وبتبدأ تقرب لها وتاخد صفها ضد جيما. ولكن فجأة كيتي بتطلع الروبوت الضخم اللي موجود في مختبر جيما وبتتحكم فيه وبتستخدمه ضد ميجان وبتخليه يحاول يخلص عليها. ولكن الروبوت ده ما بيقدرش على قوة ميجان، وميجان بتقدر تنجو من الروبوت ده وبتبدأ تهاجم جيما وكيتي. ورغم انها بتحب كيتي وما كانتش عايزة تقتلها، لكن بتغير رأيها لأنها شايفة إن كيتي خانتها ونكرت جميلها. وبعد قتال طويل كيتي بتمسك مفك وبتطعن ميجان في الشريحة الإلكترونية اللي في راسها واللي تعتبر بمثابة مخ ميجان، ولما الشريحة بتتدمر ميجان بتموت. وجيما وكيتي بينجوا بأعجوبة وبتوصل الشرطة، وجيما بتعرف إن أصحابها لسه عايشين وما ماتوش في انفجار المختبر وهم اللي جابوا الشرطة علشان ينقذوها. وجيما وكيتي بيخرجوا من البيت سوا بعد ما خدوا مغامرة مخيفة مع بعض، والمغامرة دي هتكون هي السبب في إن علاقتهم تبقى أحسن وهتخليهم يبدأوا يعيشوا مع بعض في سعادة. وبيخلص الفيلم، ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واشترك في القناة واكتب لي رأيك في الكومنتات.